موقع فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد يقدم أنهاري تجري من تحتي وتكلم من شوقي صمتي أغصاني حولي ترقبني تتمايل طربا فتقوم أمام الناس وهم يرتقبونها بأعينهم قد فرغت من الحساب لدى العظيم رب الأرباب وقد نادى مناد وهم يسمعون لقد سعدت فلانة بنت فلان سعادة لن تشقى بعدها أبدا، أي لن تحزن بعدها أبدا. وتصابر كي ترضي المنان القادر كم كانت تخشى وتصابر كي ترضي المنان القادر كم قامت تدعو فجزاها حلل وحلي وأساور حلل وحلي وأساور. فإذا بذلك الوجه قد تغير كيف لا وقد بشر أنه لن يرى بعد اليوم إلا جمالا في جمال ونعيما في نعيم. قصورها هناك تنتظرها وحليها تتشرف أن تلامس عنقها. أساورها تاقت أن تلتف حول ساعديها. التيجان تشتاق وتحتار أيهم تختاره فيكون له الشرف أن يعلو ويزهو ويزداد حسنا فوق رأسها ويحيطه شعرها. فإذا بها تقوم قبل أن تغادر المحشر تأتي بكتاب أخذته بيمينها فتذهب إلى أهلها وتذهب إلى صديقاتها من المتقيات وتنظر تارة إلى المتفلتات وتمر عليهم. ذهبت الآن عباءاتهم على الكتف وذهبت الآن البناطيل وذهبت الحواجب المنمصة وذهب كل ذلك اللذة ذهبت 50,000 سنة. فتأتي بكتابها على رؤوس الخلائق وتقول هاؤم اقرأوا كتابي اقرأوا. شوفوا صلاتي، شوفوا حجابي، شوفوا دعوتي للخير والأمر بالمعروف، شوفوا نهي عن المنكر، شوفوا حيائي ماذا أعقبني. فإذا بها تمر على الصراط ذلك يوم التغابن وإذا بالملائكة يزفونها. ملائكة يزفونها والولدان والخدام بين تلك الجنان والأنهار إلى قصرها يزفونها وهي تمشي معهم تنظر وترسل نظراتها يمنة ويسرى. فدخلت وإذا بها تنظر إلى ما يسلب الألباب ترى مشاهد ما كانت تظن أن تنظر إليها فضلا على أن تكون ملكا لها وأن تسكنها. على باب قصرها فيفتح الباب فإذا به نور يشع وضوء يتلألأ. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني فتتهيأ للسجود. فإذا به يقول ما أنا خازن من خزانك، أنا عبد من عبيدك، ومن ورائي غيري كلهم على ما أنا عليه في خدمتك، كلهم يخدمونها وكلهم يسعون لراحتها. فإذا بها تدخل قصرها وتدخل جنانها فلو رأيتها وقد تغير كل ما فيها، فللورد والتفاح ما لبسته تلك الخدود، وللؤلؤ المنظوم ما حوته تلك الثغور، وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور. تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت. حليها هناك تتشرف أن
وحللها والتيجان والأساور، هل تريدين أن تعرفين كيف يكون دخولها؟ وإذا بدا في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان، وتبخترت في مشيها ويحق ذاك، هي ما تبخترت على الأرض فيحق لها، ويحق ذاك لمثلها في جنة الرضوان. تمشي بجناني وبقصري مدللة، مسموع أمري نسمات تلعب بشعري، والنسمات تتلاعب بشعرها وتنظر إلى تلك الأنهار فترتسم على صفحات أنهارها صورة ذلك القمر فتعكس وجهها، ووصائف من خلفها وأمامها وعن شمائلها وعن أيمان، كيف هي من بينهن؟ كالبدر ليلة حف في غسق الدجى بكواكب الميزان. ماذا ينتظرها هنا؟ ومن هو سعيد الحظ الذي ينتظرها؟ هذا سؤال شغل أذهان النساء والفتيات. كيف وصف أزواجنا في الجنة؟ أنتم وصفتم لنا الحور حتى تقطعت وتفطرت قلوبنا غيرة منها. إذا أردت أن أتوب اليوم وأردت أن أرجع أصبر على طاعة وعن معصية وعلى أقدار وعلى كل ما يحبه العظيم الجبار، كيف يكون شكل زوجي هناك؟ أما ذلك الزوج فلا تسألي عن حسنه وجماله ولا عن طوله وقامته، فقد روى الطبراني في الكبير أن رجلا يخرج من أهل عليين، يخرج فيسير في ملكه، فلا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا ودخلها ضوء وجهه ونوره وريحه، فيستبشرون بريحه وبنوره فيقولون واها واها لهذا الريح، فيقولون هذا رجل من أهل عليين، هذا رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه. أخبرنا كيف يبدو وجهه. والله قد وصف النبي عليه الصلاة والسلام في الصحاح حتى تلك الرموش وقال مكحولون. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما وغيرهما، يقول أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام ما رواه الترمذي: ويدخل الجنة على صورة يوسف عليه السلام. ما هي صورة يوسف عليه السلام؟ الله عز وجل يقول: فلما رأينه أكبر نسوة من علية القوم لا ينظر إلى أي أحد. لما رأينا يوسف أكبرنا وقطعنا أيديهم. لك أن تتفكري دقيقتين في هذا الكلام. قطعنا، أي جمال قد أشغلهم عن تلك الآلام وتلك الأعصاب التي قطعت. ما قال الله قطعنا، قال قطعنا. كيف هي صورة يوسف عليه السلام؟ لك أن تتخيلي هذا الجمال حينما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: خلق الله الجمال، جمال الدنيا كله، فشطره نصفين، نصف وزع على البشرية جميعا، على كل مليارات العالم الذين يعيشون على هذه من عهد آدم، ثم يموت الرجال وتأتي بعدها وأجيال ومئات سنين وآلاف، كل هذا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كل هؤلاء الناس أخذوا نصف الجنة. يعني أجمل امرأة الآن وأجمل رجل في هذا الزمان ما أخذ إلا
جزء من مليارات ومليارات المليارات من النصف. أين ذهب النصف الآخر؟ كل النصف الآخر ذهب إلى وجه يوسف عليه السلام. فلك أن تتخيلي كيف تلك العيون، كيف تلك العيون، وكيف رجولته، وكيف قامته، وكيف جماله وجاذبيته. لك أن تتخيلي على صورة يوسف وعلى قلب أيوب عليه السلام راضي دائما، وعلى أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام الذي يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، على طول أبيهم آدم. فإذا بها تنظر إلى ذلك الرجل الذي يسلب الألباب. هذا ثمن صبر، ما هو ثمن يوم ولا يومين، ثمن صبر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا به ينظر إليها قد سلب عقلها وقد سلبت عقله، ويحار منه طرف في الحسن الذي قد أعطيت، فالطرف كالحيران. قد جن وسلب عقله من جمالها وهو على ذلك الجمال. كيف بالله وهي تمشي إليه؟ كيف قلبها؟ والقلب قبل زفافه في عرسه، فالعرس إثر العرس متصلان. كأنها تزف. كيف يتواجهان؟ حتى إذا ما واجهته تقابلا، أرأيت إذ يتقابل القمران، فيرى محاسن وجهه في وجهها، وترى محاسنها به بعيان. والأساور على تلك الكفين، والمعصمان فإن تشاء شبههما بسبيكتين عليهما كفان، كاللين لينا في نعومة ملمس، أصداف در دورت بوزان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام سطع نور في الجنة، فيسأل أهل الجنة ما هذا النور؟ فيقول عليه الصلاة والسلام فإذا بها امرأة من أهل الجنة ابتسمت في وجه زوجها. بعد هذا الزفاف وهذه الأشواق وهذه الخطى والنسمات تلعب بشعرها، فإذا بها تعانقه 40 سنة كما قال ابن القيم رحمه الله. يعانقها 40 سنة من اللذة، خلفوا وراءهم التعب. الآن ما في عبايات ولا في تعب ولا في دعوة إلى الله ولا قيام ليل ولا صيام نهار، الآن تلذذي. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. إنها جنة. فسل المتيم أين خلف صبره، في أي واد أو بأي مكان، فينظر إليها نظرة أخرى وتنظر إليه نظرة أخرى كما قال عليه الصلاة والسلام، فيزداد حسنا وجمالا، وتزداد هي 70 ضعفا، فتقول ما هذا الجمال، والله لقد ازددت حسنا وجمالا. فيقول لها والله وأنت قد ازددت حسنا وجمالا، فيعانقها. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وتلك المسكينة هناك تجري عليها أنهار من الصديد والحمم، ما ظلمهم الله، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. وما أن ينظر إليها فملاحة التصوير قبل غناجها، ملاحة التصوير قبل أن تتكلم وقبل غناجها، فملاحة التصوير قبل غناجها هي أول
وهي المحل الثاني، وكلامها تتكلم معه يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. فهذا نعيم لا ينقطع، خدم وحلل وحلي وأنهار وقصور. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فتبقى في ذلك النعيم وما يزداد لها إلا حبا وشوقا، وما تزداد إلا حبا وشوقا، تجري وتأمر في قصورها ملكة مدللة، كانت جوهرة مصونة ليست إمعة مرهونة. كانت جوهرة مصونة ليست إمعة مرهونة، تسعى للفردوس الأعلى لا ترضى أبدا بدونه. تسعى للفردوس الأعلى لا ترضى أبدا بدونه. فإذا بها يحق لها ذلك التغنج وهذا الكلام وتلك الحلل متى ما شاءت تدعو في موائدها وفي قصورها وأنهارها من شاءت، تتمتع نعيما لا ينقضي. عاشقا هانت عليه نفسه فباعها غبنا بكل هوان. أترى يليق بعاقل بيع الذي يبقى وهذا وصفه بالفاني؟ والله ما وصفنا قطرة من بحر، ولكن النعيم سيعلمونه هناك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أنهاري تجري من تحتي وتكلم من شوقي صمتي، أبصاري حولي ترقبني تتمايل طربا من صوتي. أنهاري تجري من تحتي وتكلم من شوقي صمتي، أبصاري حولي ترقبني تتمايل طربا من صوتي. أكرمني ربي بصبري أمشي بجناني وبقصري، أكرمني ربي بصبري أمشي بجناني وبقصري، مدللة مسموع أمري نسمات تلعب بشعري. أنهاري تجري من تحتي وتكلم من شوقي صمتي، أبصاري حولي ترقبني تتمايل طربا من صوتي. أنهاري تجري من تحتي وتكلم من شوقي صمتي، أبصاري حولي ترقبني تتمايل طربا من صوتي. كم كانت تخشى وتصابر كي ترضي المنان القادر، كم كانت تخشى وتصابر كي ترضي المنان القادر، كم قامت تدعو فجزاها حلل وحلي وأساور، حلل وحلي وأساور.